وعلى اون تايم سبورت اف ام كابتن رضا عبد بيسأل محمد الليثي، بيقول له الاهلي بيدور على مدير فني شخصيته قويه، وانت ايه رايك في الموضوع ده؟ ايه هو الشخصيه القويه للمدير الفني من وجهه نظرك؟ قال له ان المدير الفني يكون يعرف يسيطر على اللعيبه في اوضه اللبس، وفي نفس الوقت اللعيبه تكون راضيه، ما حدش يبقى مقموص وزعلان. قال له بالظبط، العداله هي الشخصيه القويه. وانا دايما بضرب المثل بمانويل جوزيه، والعداله او الشخصيه القويه ليست الشخيط والزعيق في قلب الملعب، بل في العداله. يعني هو شايف من وجهه نظره ان العداله بين اللاعبين هي الشخصيه القويه، وليست الشخط والزعيق في ارض الملعب. انت رايك في كلام رضا عبد العال؟ كلام مظبوط ولا لا؟ وهو ده فعلا اللي الاهلي محتاجه ولا لا زي ما هو بيقول؟ لانه ختم كلامه بان الاهلي هو ده اللي الاهلي محتاجه. فانت من رايك ايه؟ هل كلام رضا عبد العال مظبوط وهو ده فعلا اللي الاهلي محتاجه، ولا ده كلام في الكنافه؟